انا بغيت غير نسول السي احمد. هناك بعض المناهضين للحركه الامازيغيه تيتشكاو ان كون الحركه الامازيغيه مشات لمجلس الامن كانها تشتكي الدوله من مجلس الامن، رغم ان الدوله عطاتها بعض الحقوق ديالها وعطاتها مثلا ورسخات في الدستور اللغه الامازيغيه. وهذه هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هضر على بعض الاحزاب. كاين الاحزاب اللي كتسمع للحركه الامازيغيه وكاين اللي كتأيدها وكاين اللي ما كتسمع لهاش كاع. واش يمكن يسمي لنا هاد الاحزاب حتى نحن كامازيغ نعرفوا هاد النوع ديال الاحزاب اللي ضدنا باش نقاطعوها حتى حنايا في الانتخابات المقبله؟ وشكرا. رشيد، فعلا كما قال لك السي حسن، ما كاينش شي واحد في الحركه الامازيغيه حط شي شكايه في مجلس الامن. تنهضر على مجلس الامن الدولي. دونك كما قال السي حسن فعلا يمكن كاين تقارير تيديروها الجمعيه الامازيغيه في اطار التقارير الموازيه والتقارير المضاده للتقارير الحكوميه تتوضع عند اللجان المعاهدات. يعني باش نشرحها اكثر نعطيكم مثال ديال اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز العنصري وقع على المغرب ونشرها في الاجراء الرسمي منذ سنه 1999 ورفع التحفظ ديالو عليها على بعض المواد ديالها تقريبا في 93 وكاين شي حاجه رفعوا في 2002. جيد. دونك هذيك الاتفاقيه شنو تتقول؟ ملي تيصدق عليها المغرب تيقول لك اودي راه الجمعيات ديال الحركه الحقوقيه والحركه الامازيغيه من حقهم ملي تحط المغرب انت واحد التقرير هنايا يعطيونا التهمه التقارير المضاده ديالهم. انت تتقول لنا كلام من حقهم حتى هما يقولوا هذا الكلام. دونك الانخراط في هذا الموضوع هو بالعكس محبذ وماشي نقص من الدوله ولا نقص من الجمعيات ولا لا، بالعكس هذا واجب. وهذا تعطيك واحد الوجه اخر ديال المجتمع بانه منعش، بمعنى انه نشيط تيتحرك. وملي تيتقدم بهذا النوع ديال التقارير راه تيتقدم بهم بالعلانيه ماشي مخبيين ولا شي حاجه، وراه تيتنشروا في ذاك الموقع ديال المفوضيه الساميه لحقوق الانسان كامله، لا سي بي اعتقد تتسمى، تتنشر فيها وتتجي الحكومه تتقراهم وتتجاوب تتقول لك اودي هذه كاينه هذه ما كايناش، هذه كاينه هذه ما كايناش. في الاخر ديال الاجتماع ديال اللجنه مثلا كلها ديال التمييز العنصري تتقدم توصيات. اخر تقرير ديال هذه اللجنه صدر تقريبا في مارس، هذا مارس الاخراني، عطى توصيات مهمه للمغرب فيما يتعلق بالامازيغيه. وهذا الشيء كله تنهضروا عليه هنا اليوم جبدوه وعطاو توصيات. خص الامازيغيه تعمل في التعليم العمومي، خص الامازيغيه تكون في القضاء، خص الامازيغيه تكون في كذا، خصها تكون في كذا، خصها تكون في كذا، خص التراث اللامادي، التراث المادي الى اخره. هذه الامور كلها مفصله يمكن نصيفطوها باش على الاقل تشوفوا الخلاصات اللي خرجت بها. دونك هذا بالعكس هذا الموضوع تشجع عليه الدول بكاملها ان المجتمع المدني خصو يقوم بالادوار ديالو في هذا النوع ديال الامور في العلاقه مع اللجان. الجانب الثاني ديال شكون هما هاد الاحزاب، واش غنقول لك السي رشيد دابا وراه كاين الاحزاب اللي تجبدوا في الاول كاع ملي بدينا هذا اللقاء، انت تتعرفهم جميع زعما ما نحتاجش كاع نعطي فيهم الاسماء ولا حتى شي حاجه، ولكن غنقول لك العداله والتنميه وحزب الاستقلال على راس الاحزاب العدوه على راسه. ونقول لك في الشق الثاني كاين الاحزاب في اليسار كذلك اللي هي عدوه الامازيغيه وما عمرها خسرت عندنا ولو غرام ديال الهضره، وما عمرها خسرت عندنا ولو لقاء، وما عمرها خسرت عندنا ولو كلمه في البيانات ديالها. وزيد عليها احزاب اليمين كذلك، عدد كبير من الاحزاب ديال اليمين اللي الى حدود الان وكانها تصير ضد التيار ولا انه تعيش في بلد اخر ماشي بحال هذه البلدان. لكن اللي مطروح دابا الان الشق ديال العمل بين هو انا يمكن نقول لكم كاين دابا الان الا لاحظتوا بالنسبه للمغرب اي تعبير سياسي شي واحد طلق الميكرو وفي الصباح هاوي انا اي تعبير ما عندناش اي تعبير سياسي في المغرب الان اللي يمكن تقول هذا معبر عن الاحتياجات والمطالب والوضعيه والفلسفه والايديولوجيه والسياسه ديال الامازيغيه، ما كاينش نهائيا. دونك مطروح المشكل ديال شكون اللي غادي يشتغل في هذا المجال من اجل ابراز الملف ديال الامازيغي في المجال الحزبي وفي المجال السياسي وفي مستويات عليا جدا. هذا الشق الاول. دونك